أسود لا تعرف الرحمة. المغرب يحجز مقعدا في نصف نهائي الأولمبياد بالفوز على أمريكا برباعية. وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الجماهير سبورت، المرجع الأول في كل ما يتعلق بالكرة العربية والعالمية، ودائما وأبدا أخبارنا الحصرية على الجماهير سبورت. لذا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد الحصريات على قناتكم المفضلة دائما، قناة الجماهير سبورت. المغرب، المنتخب المغربي الأولمبي حقق اليوم مباراة وفوز قوي جدا جدا على نظيره الأمريكي وسحقه برباعية في لقاء أقيم على ملعب حديقة الأمراء بارك دو فرانس في إطار ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. منتخب أسود الأطلس صعد متصدرا مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقا على الأرجنتين بفارق المواجهات المباشرة. في المقابل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تأهل محتلا الترتيب الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب فرنسا الذي حقق العلامة الكاملة. تقدم المنتخب المغربي على حساب منافسه الأمريكي عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 29 علامة الجزاء، وهذا هو الهدف الخامس للنجم المغربي المحترف في صفوف العين الإماراتي بعدما سجل هدفين في شباك الأرجنتين وهدف في شباك منتخب أوكرانيا وآخر في مرمى منتخب العراق. سفيان رحيمي بصراحة يقدم موسم مميز جدا جدا جدا. بتلك النتيجة يعني المنتخب المغربي تأهل لنصف النهائي المنتظر مع الفائز من اليابان وإسبانيا، ويعني في الأغلب ستكون إسبانيا، وسيكون اللقاء قوي جدا ما بين المغرب وإسبانيا في مباراة نصف النهائي، وقد تفعلها المغرب يعني للمرة الثانية بعدما فعلتها في المونديال، تفعلها في الأولمبياد وتصعد ربما إلى النهائي لتلعب على الميدالية الذهبية. ولكن هناك احتمالية لصعود منتخب آخر، وهو المنتخب المصري اليوم الذي سيلعب بعد قليل مع منتخب باراجواي في 8 مساء بتوقيت القاهرة. وفي هذه الحالة وتوقعاتي الشخصية من المحتمل أن نجد مواجهة عربية على الميدالية البرونزية بعد صعود المغرب إلى دور نصف النهائي، حيث يعني بفارق الإمكانيات ربما استطاعت مصر أن تهزم إسبانيا ثنائية مقابل هدف، ولكن المنتخب الإسباني لم يكن يلعب بالتيم الكامل، كان يلعب بالفريق الاحتياطي. إذا إسبانيا ستلعب من الآن حتى نهاية البطولة على الذهاب وستلعب بالتيم الكامل، لذا فالأمر سيكون بالنسبة لها أكثر جدية وستلعب على الفوز بالبطولة. وبالتالي المنتخب المغربي أعتقد أنه سيحاول بشكل كبير أن يقوم بأداء مميز أمام المنتخب الإسباني، ولكن هذا الأمر ربما يحتاج إلى مزيد من التركيز ومزيد من الإمكانيات لدى المنتخب المغربي في الفترة المقبلة، وهو أمر سنجد أنه سيظهر بإذن الله. المهم أن المغرب تقدم ما عليها، وفي حال لعب المنتخب المغربي أمام المنتخب المصري على الميدالية البرونزية فالفائز هو المنتخب العربي في النهاية. سنتمنى له كل التوفيق بإذن الله. عموما سنتابع كل جديد الحصريات على قناتكم الجماهير سبورت. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وحلقة أخرى جديدة في الطريق. شكرا وإلى اللقاء.